يا ترى ايه اكتر حاجة بتحلمي بيها في حياتك؟ غالبا لو سألنا معظم الناس هيقولوا راحة البال. لكن الحقيقة راحة البال مش حاجة بنستناها تجينا لوحدها، دي حاجة محتاجة قرارات وخطوات نعملها. في الفيديو هنتكلم عن خطوات سهلة وبسيطة لكن تأثيرها قوي جدا على حياتك، وهتساعدك تعيشي حياة مليانة راحة وسلام داخلي. ليه راحة البال أهم حاجة؟ راحة البال مش مجرد رفاهية، دي أساس حياتنا. لما بتكوني مرتاحة من جوه تقدري تاخدي قرارات صح وتعيشي حياتك بتوازن وثقة. إنما لو دايما في توتر حتى أبسط الحاجات هتحس إنها تقيلة وصعبة عليكي. هقولك على قصة حصلت مع ست بسيطة. الست ديت كانت طول حياتها بتخاف من كلام الناس، وكان كل همها ترضي كل اللي حواليها، لحد ما في يوم قررت تاخد وقفة مع نفسها وقالت أنا تعبت، أنا لازم أفكر في نفسي شوية. الخطوات ديت كانت بداية تغير في حياتها كبير، بدأت تختار اللي يناسبها وده خلاها تقدر تلاقي السلام النفسي اللي كانت مفتقداه. فده يعلمنا إن لازم اللي احنا نبص لنفسنا شوية وما نستناش دايما رأي اللي حوالينا. طيب هتقوليلي ايه الخطوات اللي اعملها علشان اوصل لراحة البال؟ اول حاجة لازم تعمليها انك تحددي اولوياتك. لازم جدا انك تحددي الاولويات بتاعتك. كتير مننا بيعيش حياته بشكل عشوائي وده بيخلينا نحس اننا دايما تايهين. لما تعرفي ايه اولوياتك هتقدري تسيطري على حياتك اكتر. خدي ورقة وقلم واكتبي ايه اهم 3 حاجات في حياتك. هل هي عيلتك، شغلك، وقتك مع نفسك، تحبي ايه؟ كل الحاجات اللي بتبقى في بالك اكتبيها في ورقه وقلم. مثلا في ست كانت بتحس دايما ان يومها بيعدي وهي مش بتعمل اي حاجه مفيده، ولما بدات تكتب اولوياتها اكتشفت انها محتاجه تدي وقت اكتر لاولادها وفي نفس الوقت تلاقي وقت لنفسها. ازاي؟ ان هي مثلا تقرا كتاب بسيط او تعمل حاجه بتحبها. ولما ركزت على الاولويات اللي هي كتبتها في الورقه والقلم زي ما قلنا، حست بفرق كبير قوي في نظامها وفي حياتها، وان هي بدات تحس اكتر براحه بال. تاني حاجه، خدي وقت لنفسك كل يوم. بنجري ورا مسؤولياتنا وكتير مننا بننسى احنا محتاجين وقت صغير نرتاح فيه. مش شرط يكون وقت طويل، ممكن حتى 10 دقايق تقعدي مع نفسك في هدوء. مثلا في كان كل يومها كله مشغول بين الشغل والبيت والأطفال، شغل وبيت وأطفال، وإنها تاخد 15 دقيقة كل يوم الصبح تشرب فيه شاي في البلكونة وهي ساكتة ومتأملة السما ومتأملة تبص للشمس وكده. الخطوات البسيطة ديت فرقت معاها جدا خلت يومها دايما بيبدأ بطاقة إيجابية، اللي هي تقدر تدي طاقة للي حواليها عشان بتشحن نفسها بطاقة لنفسها وبتبسط نفسها. تالت حاجة ولازم انك تتعلميها، ايه هي؟ تتعلمي انك تقولي دايما في الحاجة اللي انت مش عايزاها، تعلمي تقولي لا. مش لازم كل حاجة لازم تقولي عليها ايوه وماشي ونعم حاضر ومن عينيا والحاجات دي، لا، لازم تقولي لا للحاجات اللي مش بتناسبك. بتدي لنفسك فرصة انك تقولي نعم للحاجات الأهم. مثلا في واحدة كانت دايما زميلتها في الشغل بيطلبوا منها تعمل حاجات زيادة وكانت بتوافق علشان خايفة يقولوا عليها مش متعاونة، لحد ما قررت انها تحط حد وحدود واضحة، اللي هي مش دايما هتقول لهم ماشي في اي حاجة او اللي هم تاخد عنهم شغل وكده. وده خلى عندها وقت اكتر لحياتها الشخصية، وقت اكتر اللي هي تستثمر نفسها في شغلها، ماشي، مش للي حواليها. سامحي نفسك، دي رابع حاجة لازم تعرفيها. سامحي نفسك وسامحي الناس اللي حواليكي أو اللي هم أذوكي. كلنا بنغلط ولكن أحيانا بنقسى على نفسنا زيادة. سامحي نفسك على أي غلطات وابدأي من جديد. وكمان سامحي الناس اللي غلطوا في حقك، مش عشانهم، لا، علشان ترتاحي. مثلا مرة واحدة حكت إنها كانت متضايقة جدا من صاحبتها اللي أذتها بالكلام، لكن سامحتها. ولما سامحتها حست إن في عبء كبير اتشال من على نفسها وكانت شايلاه جواها، وحست إنه بقى أخف وقدرت تكمل حياتها. برضو في حاجات تعمليها هتساعدك انك انت تكملي حياتك بسلام، يعني يبقى في سلام حواليكي كده، تكوني هاديه وراسيه. ركزي على الايجابيات اللي حواليكي، ركزي على الحاجه الايجابيه، ما تبصيش دايما للحاجه السلبيه. الدنيا عمرها ما بتكون مثاليه، لكن دايما في حاجة حلوة حوالينا. لو ركزت على الحاجات الإيجابية الصغيرة زي ضحكة ابنك أو بنتك، أو إن انتي أول ما تصحي الصبح تشوفي الشمس، هتلاقي نفسك أهدى. أو إن انتي مثلا تعملي كوباية قهوة لنفسك، كوباية شاي، وتقعدي كده هوت في هدوء وسلام، هتلاقي نفسك أهدى كتير. مثلا في ست كان عندها مشاكل كتير في شغلها، لكنها كانت بتقول لنفسها كل يوم أنا عندي عيلة بتحبني، أنا صحتي كويسة، أنا بحب نفسي. التفكير بالطريقة ديت خلاها تقدر تتعامل مع مشاكلها بسهولة أكتر. 2، قللي الشكاوي. اللي انت تفضلي دايما شكاية وبكاية، لا، قللي ان انت تشتكي. اشتكي لربنا، ما تشتكيش لحد. ممكن تختاري حد معين تشتكي له، بس حاولي على قد ما تقدري انك لا، اقعدي قاعدة لوحدك كده في أوضة وافرشي المصلية وصلي، وبعد كده هو بقى اقعدي اشتكي كل اللي جواكي لربنا. لما بنشتكي كتير بتبقى بنضيع طاقتنا في السلبيات. حاولي بدل ما تشتكي من الحاجة تدوري على حل ليها أحسن. مثلا
مرة ست كانت بتشتكي دايما من زحمة المواصلات، بعد فترة قررت إنها تروح شغلها قبل الوقت بتاع الشغل، واستغلت الوقت الفاضي فيه دوت إن هي تقرا كتاب أو إنها تسمع بودكاست أو تسمع حاجة مفيدة ليها، وده يفيدها برضك في الفترة ديت اللي هي الفاضية فيها وهي رايحة الشغل، وده غير نظرتها للأمور واداها كمان اللي هي تثقف من نفسها أكتر وتملي وقتها أكتر بالحاجات المفيدة. 3، ودي برضو حاجة لازم تعرفيها، خليكي دايما محاوطة نفسك بالناس الإيجابية، بالناس البشوشة، بالناس اللي بتضحك، مش الناس اللي بتعيط، اللي كل ما تقعدي معاها تحسي اللي بيسحبوا طاقتك. لا، خليكي دايما حواليكي ناس بيحبوكي، ناس هيتمنوا لك الخير، ناس انت عايزه تفضلي معاهم وما تزهقيش من قعدتهم. ما تقعديش مع حد سلبي، الناس اللي حواليكي ليهم تأثير كبير جدا عليكي، حاولي تكوني حواليكي ناس بيدعموكي ومش بيحبطوكي. مثلا واحده كانت بتسمع تعليقات سلبيه من صديقه ليها طول الوقت، قررت تبعد عنها وتقرب من الناس بيدوها طاقه ايجابيه، وده فرق معاها جدا. ليه؟ لان حست الفرق ما بين ان هي تقعد مع حد ايجابي وحد سلبي. فانت الاحسن تقعدي مع حد ايجابي يديكي طاقه، يديكي نشاط، يديكي طموح اللي انت تكملي لقدام. 4، ودي حاجه لازم تعمليها برضو، اتعلمي ان انت تتعلمي حاجه جديده، تتعلمي حاجات جديده دايما. التعليم بيديكي احساس بالتقدم، تحسس ان انت متقدمه، احساس ان انت بتعملي حاجه، مش لازم حاجه معقده، ممكن تعملي حاجه بسيطه زي وصفه بتحبيها، بتحبي تعملي كيكه، بتحبي تتعلمي الاكلات مش عارفه بتاعت بلد ايه، على حسب ان انت بتحبي بلد ايه. مثلا تحبي تتفرجي على مسلسلات كوريه فتتعلمي تعملي الطبخ الكوري، تحبي على هندي تعلمي تعملي الطبخ الهندي وكده، او فن جديد او حاجه جديده تتعلميها، او مثلا تتعلمي تعملي فيديوهات على النت، تتعلمي مونتاج، تتعلمي جرافيك، تتعلمي حاجات اللي هي طالعه جديد الايام ديت، او اللي موجوده، المجالات اللي انت تقدري تعمليها من بيتك. لو انت في البيت وبره البيت انت ممكن تضيفي حاجات جديده ليكي. مثلا في ست قررت ان هي تتعلم الرسم في وقت فراغها، واكتشفت انها موهوبه جدا جدا في الرسم، وده بقى مصدر السعاده وراحه ليها، بقى مصدر سعاده وراحه ليها، وكذلك بقى مصدر دخل ليها وزود دخلها اكتر واكتر. عايزه اقول لك بقى رساله اخيره او حاجه اخيره عايزه اقولها لك، الحياه مش دايما سهله، لكن دايما في فرصه اللي احنا نغير طريقنا في التعامل معاها. يعني طريقتنا ان انت تتعاملي ازاي مع الحياه، تتعاملي ازاي مع نفسك، تتعاملي ازاي مع اللي حواليكي. فكري في الخطوات ديت كانها ادوات تساعدك تعيشي حياه اهدى واسعد. مش شرط تعملي كل حاجه مره واحده، لا لا، لكن خدي خطوة حاجة حاجة على مهلك خالص. النهاردة ابتديتي اللي انتي تبقي هادية، بكرة ابتديتي اللي انتي تخشي البلكونة تقعدي قصاد الشمس شوية وتعملي كوباية شاي، بعده ابتديتي اللي انتي تفضلي دايما تتعلمي حاجة جديدة، تحفظي صورة جديدة وكده، وهتلاقي نفسك بتتقدمي أكتر وأكتر لقدام. وافتكري، الراحة مش ظروف خارجية، لا، الراحة بتبتدي من جواكي. عشان كده حاولي تطبقي ولو خطوة واحدة اللي قلناها النهاردة في الفيديو، ولو الفيديو ده لمس حاجة فيكي أو حاجة جواكي أو خلاكي تفكري في حياتك، اكتبي لينا في الكومنتات ايه أكتر خطوة هتعمليها الفترة الجاية وناوية تبدأي بيها. وما تنسيش تشاركي الفيديو مع حد ممكن يستفيد منه، ومستنياك